الآن يعني لا بد أن نرضى بما كتب الله علينا، ولكن سيصل الأمة لا أقصد بالأمة التاريخية، ولكن أقصد بها العالم. أوكل الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة نحن وإياكم التي بلغها لآخر الأنبياء. نحن وحدنا لا عندنا أمانة، مسؤولون يوم القيامة لا عن ماذا فعلنا نحن، هل خلنا هذه الأمانة في أنفسنا ونقصنا من ديننا وانحططنا عن معاليه؟ لماذا لم نبلغ هذا الدين للعالم؟ لماذا تركنا هذا الغرب الذي ضلت به المادية الآن وستفسده أيما فساد، وسيتساقط كما تساقطت روسيا سقوطا غير منظور لاحت حتى لأعدائها؟ لماذا لم تهدهم المسلمون؟ وماذا أمريكا اللاتينية؟ وماذا عن آسيا كل هذه الباقية من آسيا؟ فيسألنا الله عنها. فالمثال يوحي المسلمين أولا، وقد يثير الآخرين، ولكن قد يوحي لهم أن ثمة خيارا آخر في العالم ليس هو الرأسمالية الليبرالية الغربية وحدها وقوتها. فرساليتنا تصلنا بالأمة وبما وراء الأمة إن شاء الله، لا السودان يعني. وهذه كلمة فقط نبدأ بها، لكن كما بدأ الدين من شعب من شعاب مكة، يعني من أسرة من أسر من بني هاشم، من مجموعة صغيرة من العرب، ولكن كان فيهم رموز فارسيون لأن الإسلام ليس لعربي وحسب، ورموز لأفريقيا مؤذنا، ورموز لأوروبا روميا هذه رموز لأن هذا الدين للعالم يعني. فهذه ظاهرة أرجو أن نتذكر كذلك، ولا أقول أنها هي وحدها ستكون بداية العالم الإسلامي وعودته، ولكن تبدأ هنا وهنا وهناك وتتواصل هذه بتلك وتتعاظم إن شاء الله آفاقها وأماديها إن شاء الله. وكل الذي أرجوه في ختام قولي، أولا أستغفر الله لما قلت من كلام ما أصبت وأخطأ، وأستغفر الله لأهلي في السودان أما أخطأوا به في تاريخهم، أنهم تقلبوا كثيرا قبل أن يهديهم الله الآن إلى القبلة، الحمد لله تحروا القبلة، يتحرون القبلة الآن تماما يعني، ولأنهم انتكسوا وتقدموا وتأخروا هكذا، ولكن الحمد لله الآن يحاولون بما استطاعوا أن يمضوا على هذا الطريق يعني بعون الله سبحانه وتعالى وبدعوة المسلمين وبنصرة المسلمين إن شاء الله يعني. فأستغفر الله عما سلف لي ولأهلي هناك، ولكن أرجو منكم جميعا أن تدعوا لنا الله سبحانه وتعالى، والله يا أخوان يعني في علنا وسرا يعني ادعوا لنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء. هذا شهر الصيام تعلمون يعني، نقترب فيه من الله ونقاطع كل الشهوات تماما يعني. هذا شهر التنزيل نزله الله علينا، ونحتفل بهذا التنزيل بأننا نثبت أننا حول اليوم الذي نزل فيه القرآن نحن حتى إذا دعانا القرآن إلى أن نقطع الصلة بيننا وبين شهواتنا نقطعها. هذا شهر فيه إثبات، لأنه ما كتب علينا القرآن نقبله حتى ولو قطع رغبتنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كثير ما يسألني الناس لماذا هذا الاندفاع البالغ، لماذا لا تتحفظون وتتعقلون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعقل أرجلنا أبدا عن المسيرة في صراط الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نتحفظ على أعرافنا وماديتنا القديمة التي أمرضنا بها أمس وورثناها ممن مرضوا منها، يعني يحصنها الله منها تماما ويطهرنا منها، وأن يحفظ فينا أصول ديننا إن شاء الله، يعني يردنا إلى الله. فاسأل الله لنا دعوة يعني، ادعو الله لنا سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يهدينا وأن يقوينا وأن ينصرنا وأن يهدي عقولنا، لأننا محتاجين لثورة اجتهادية والله ضخمة وجهادية ضخمة
واسأل الله سبحانه وتعالى لنا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا ايضا ببلاد اخرى بدأت تأخذ طريقها نحو الاسلام الكامل، دولة واقتصادا، كله صلاة ونسكا ومحيا ومماتا وسياسة ومعاشا واخلاقا وشعائر، كلها لله رب العالمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكثرها. اولا سيقاسمون، يشاطرون الاحزان يعني، والذي يقع علينا الان من الحملات ويثقل علينا من الضغوط يقسمونه بيننا وبينهم، دولتان، 3 دول، 4 دول، 5 دول، هكذا نقتسم ويتوزع علينا هذا الضغط يعني. وصدقوني انه لو تكاثرت الدول واصبحت بضع دول مثلا، والبضع يبدأ من 3 إلى 9 يعني طبعا ما تعلمون يعني، الغرب ليس مؤمنا بشيء، هو صحيح يعني في ما فيه نحو الاسلام، ولكنه اصبح واقعيا. اذا شعر بان اسواقه مصادر ماله وموارد سوقه قد تغضب منه اذا ظل يهاجم الاسلام، سيقول يريد الدنيا هو اصلا، لا يبالي المسيحية والاسلام، يعني يريد الدنيا عنده احب اليه. قد تشاطرنا الاحزان اولا والهموم ثم يدرأ عنا كل هذا البلاء. ويعني الله سبحانه وتعالى يمكن يعني بغير قتال وبغير جهاد وشهادة يمكن يدرأ عنا هذا القتال. ادعو لنا الله سبحانه وتعالى كل هذا الدعاء يا اخواننا، يجزيكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.